بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحه وباحسن حال كده دايما يا رب. انا هعمل معاكم النهارده ان شاء الله باذن الله عصير البطيخ. سهل جدا وبيبقى لذيذ جدا جدا. بس في البدايه قلت اقولك على ازاي تنقي بطيخه كويسه. انا هنا كنت هقطعها لسه وابدا اطلع منها البطيخ علشان اعمله عصير. قلت لا، الاول اقولك ازاي تختاريها صح من البدايه وهي مقفوله كده عشان تتاكدي تكوني عارفه 100% ان هي من جوه حمرا كويسه. اول حاجه هتبصي عليها، هتبصي على الحته دي كده، الجزء ده لازم يكون ناشف وداخل لجوه كده مش طالع لبره. بصي داخل لجوه ازاي وناشف كده. لو لونه غامق يعني، لو لونه فاتح ودي طالعه لبره معناها ان هي اتشالت من الارض بتاعتها من غير ما تكون استوت. لكن هي كده معناها ان هي اتشالت من الارض بتاعتها بعد ما استوت، الحته دي نشفت ودخلت لجوه. تاني حاجه لازم تضربي عليها كده، لازم ترن معاكي، تخبطي عليها تكون الرنه مش مكتومه، تكون بتعمل رنه كده مش مكتوم، مش صوتها مكتوم. ده معناه ان هي برضو من جوه كويسه. في حاجه كمان، لو انت خدتي 2 مقاس واحد وقستي كده وشلتي الاتنين، خدي منهم الاتقل، ده معناها ان جواها بيبقى ميه اكتر. حاجه كمان بتبصي على، دايما بيبقى فيها حته كده بيضه كده او مصفره، هي انت دايما تختاري المصفره اللي بتميل للاصفرار، لان دي كده معناها ان هي من جوه حلوه برضو. لكن لو بيضه، لو الحته المصفره اللي بتبقى فيها دي بيبقى لونها ابيض، ده معناه ان هي من جوه مش حلوه. ايه كمان، في احيانا بيبقى فيها حتت زي دي كده بس بتبقى اكتر كمان. دي برضو تاخديها، ده معناها ان كان واقف عليها عسل، واقف عليها نحل ياما، ده معناه ان هي مسكرة من جوه. بيبقى احيانا اللي هي الشبكة دي بتبقى كتيرة شوية، بتبقى حلوة برضو. انا مش لاقياها هنا كتير، بس يعني انا بقولك اهي، مش شايفة، بس هي يعني فيها الجزء الصغير ده. انتي لو لقيتي منها جزء كبير يبقى احلى كمان، عشان بتبقى ايه، معناها ان النحل واقف عليها ياما، بتبقى مسكرة من جوه. هنبدأ بقى في عصير البطيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. انا هقطعها واطلع منها البطيخ واشيل منه اللب بتاعه وارجع لك اوريك هنعمل ازاي. انا هنا قطعت اهو البطيخ وشلت منه البذر عشان مش عايزه اصفيه. وعندي نعناع اخضر فريش كده طازه وتغسليه كويس، وهنا مكعبات تلج والسكر بقى على حسب رغبتك. انا هحط له معلقتين سكر، انت تقدري ما تحطلوش سكر خالص عشان نسبه السكريات اللي بتبقى في البطيخ عاليه وبيبقى هو مسكر طبيعي، بس طبعا احنا بنضيف له ميه فايه مش هيبقى محتاج كميه سكر كتيره. في ناس بتحب تشربه من غير سكر، لكن انا هحط له معلقتين سكر عشان يبقى طعمه مظبوط. هضربه بقى في الخلاط هو والنعناع ومعلقتين سكر والتلج، واحط له نص كوبايه ميه، مش هحط له ميه كتير عشان هو برده بيبقى فيه نسبه ميه عاليه عشان يبقى تقيل معانا. وهحطه وهوريكي هيبقى شكله ايه. كده خلصنا عصير البطيخ بتاعنا. شايفين شكله جميل ازاي وطعمه جميل جدا، واتعمل في دقيقتين وانتي واقفه. بتشربيه بره بيبقى ثمنه غالي، بالرغم ان انتي يعني ممكن تعملي منه كميه كبيره جدا في البيت، سهل جدا مفيهوش اي حاجه. وممكن لو ما عندكيش نعناع تعمليه من غير نعناع عادي. وممكن كمان تحطي له النعناع اللي هو الحبيبات ده المدور، برضو هيديله طعم جميل جدا. كده ما تنسيش بقى تعملي لايك واعملي شير واعملي سبسكرايب للقناه، وما تنسيش تفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد في وقته. وشكرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.